تخيل إن بشدة واحدة للدراع المكان كله غرق مية، ومش بس كده، ده طلع عشرات التماسيح الجعانة اللي هجمت على الناس في الساحة وبدأت تقطع فيهم. المشهد كان مرعب، بس بالنسبة للمسؤول الروماني اللي قاعد في مركبه بيتفرج وللجمهور اللي حواليه ده كان قمة المتعة والترفيه في العصر ده. حتى الناس كانوا بيجبروهم يحاربوا أسود متوحشة. قبل كل الدم ده بطلنا وامي كان شغال في أصعب وأخطر شغلانة ممكن تتخيلها، كان صياد أسود. في يوم كان هو وفريقه بيتتبعوا أسد في المراعي الواسعة، وبخبرتهم قدروا يحصروه ويزنقوه عند حافة منحدر. خطتهم كانت ذكية جدا. صياد واحد بيقف قدام الأسد عشان يغريه بالهجوم، وأول ما الأسد بيقرب فاكر إنه لقى فريسة سهلة، بتترفع شبكة ضخمة كانت مستخبية وتحبسه تماما. وهو بينقل الأسد للمشتري لمح بالصدفة إخواته البنات الصغيرين والعساكر واخدينهم. القصة إن أخته الصغيرة قتلت حارس غصب عنها وهي بتدافع عن أختها الكبيرة من اعتداء، والقانون عند الرومان ما بيرحمش العبيد. النفي لجزيرة في شغل شاق مميت هو المصير. وامي ما قدرش يقف يتفرج وحاول ينقذهم، بس العساكر كانوا كتير، وفي الآخر اتقبض عليه هو كمان واتحكم عليه بالنفي مع اخواته. لحسن الحظ أمهم ظهرت في آخر لحظة ودفعت كل اللي حيلها رشوة العسكري عشان توصل لأولادها. ما كانش فيه وقت للدموع. الأم قالت لوامي الخطة الوحيدة للنجاة، لازم يثبت إنه مقاتل ملوش زيه، لأنه لو ظهر بموهبته في القتال مش هيبعتوه لمناجم القصدير، المكان اللي العبد بيدخله وما بيخرجش منه صاحي أبدا. بص وامي على العمالقة اللي واقفين جنبه وحس إن الفكرة انتحارية، بس أمه شجعته وكان عندها ثقة إنه يقدر يهزم التلاتة سوا. فجأة حارس لمح أمه وسحلها بعيد، وعشان ما يخذلهاش هجم وامي زي الوحش على التلاتة الضخام دول وقدر يهزمهم فعلا. ضابط روماني كان بيتفرج وانبهر باللي شافه، ناداه عليه وسأله انت عملت كده ليه؟ وامي نفذ نصيحة أمه وقال له بكل ثقة عايز أحارب في ساحة روما قدام الإمبراطور. الضابط ضحك باستهزاء، ازاي عبد يتشرط؟ بس لأنه كان محتاج مقاتلين وافق ياخده. وهنا وامي حط شرطه الوحيد، اخواتي يجوا معايا روما وإلا مش هتحرك. الضابط بص للبنات ولقاهم صغيرين وجمال، وعرف ان النبلاء هيدفعوا فيهم مبالغ خيالية، فوافق فورا. الأم ابتسمت بوجع لأنها عرفت إن أول خطوة لنجاتهم نجحت، بس المشوار لسه طويل. وصلوا روما سنة 79 ميلاديا في آخر سنة للإمبراطور فيسباسيان. روما في الوقت ده كانت في عز قوتها، بس كانت بتعاني من كوارث ووقت صعب. اليهود كانوا بيتعرضوا لاضطهاد وحشي من الرومان، والكل كان جاهز للثورة في أي لحظة. فيسباسيان كان لسه مرمم الساحة الرومانية اللي بقت مركز للمتعة الدموية، مراهنات، سباق عجلات حربية، وصراع المصارعين المميت gladiators. أول ما دخلوا المدينة العساكر خدوا أخوات وامي عشان يتباعوا في السوق، وأمهم اختفت في صمت عشان تحاول تجمع فلوس تشتريهم بيها. وامي يتاخد للساحة، وهناك مدرب الحيوانات شاف الأسد الأبيض اللي هم جايبينه معاهم، ومن هنا مصير وامي بقى مرهون بقوته. بس أول ما القماش اتشال على القفص مدرب الحيوانات اتصدم من جمال وهيبة الأسد الأبيض، وقال إن سعره هيكون خيالي. في اللحظة دي الأسد بص لوامي وزمجر بقوة، فالمدرب استغرب، بس الضابط شرح له إن وامي هو اللي صاد الأسد ده بنفسه، وكأن القدر عايز يجمعهم في الساحة دي سوا. بعدها أخدوا وامي للاستاد العظيم، ورغم إنه سمع عنه كتير بس لما شافه بعينه وقف مذهول من ضخامته. جوه كان الأمير دوميتيان ابن الإمبراطور فيسباسيان بينقي المقاتلين، وأول ما شاف وامي استهزأ بيه عشان جسمه مش ضخم وكان هيطرده، لولا إن الضابط حكى ببطولاته وإنه صاد أسد وهزم عمالقة. عشان يتأكدوا دوميتيان أمر بمبارزة بين وامي ومصارع ضخم عشان يختبره. في الجولة الأولى الضخم وقع وامي على الأرض، بس في الجولة الثانية وامي قلب الموازين ووقعه هو، وفي الجولة الثالثة وامي كسر سيفه الخشب برجله لأنه بيفضل السيوف القصيرة، فدوميتيان سمح لهم يستخدموا سيوف حديد حقيقية، والموضوع بقى جد. وامي بذكائه لقى ثغرة وهزم المصارع وكان هيخلص عليه، بس الأمير وقفه لأنه مش عايز حق. وهو ماشي واحد من الحراس همس إن وامي مقاتل مثالي، بس دوميتيان شتمه وقال له انت مجرد حشرة من جنوب أفريقيا، وقام اتعصب وزقه بغضب. ورغم الإهانة دي الأمير عرف إن موهبته مفيش شك فيها واشتراه وبقى رسميا واحد من الجلادياتورز. وامي بدأ يتدرب مع المصارع اللي كان بيحاربه من شوية، والراجل طلع طيب وشرح له وضع روما وإن الطريقة الوحيدة عشان ينول حريته هي إنه يهزم دوميتيان. حلم الحرية بدأ يكبر في قلب وامي،
وبعد التدريب لمح أمه مستخبية في ركن، وصاحبه في الأوضة ساعده عشان يراقب له الطريق. ما كانش مصدق إنه شافها، وقبل ما الحراس يجوا طمنته إن إخواته بخير وإنها هتلاقي طريقة تجمعهم تاني، واضطرت تهرب بسرعة وسابت وامي وقلبه كله شوق ليهم. المقاتلين في روما مصيرهم بيتحدد لمجرد تسلية آلاف البشر اللي قاعدين يتفرجوا. النظام العادي في الساحة إن المقاتلين بيبدأوا بمبارزة قبل سباق العجلات الحربية، وغالباً بيكون المشهد محسوم لصالح عملاق ضخم ما بيخسرش أبداً، واللي بيقع في طريقه كأنه استلم شهادة وفاته. النحس وقع المرة دي على مقاتل قزم من فريق وامي، ومحدش عنده حق الرفض. وامي كان واقف مقهور وهو بيشوف مصير صاحبه اللي الكل عارف إنه ملوش فرصة نجاة. وبالفعل بعد كام ضربة الجمهور هاج من الفرحة لما العملاق بدأ يقطع في القزم بوحشية، قطع رجله وبعدها إيده وفي الآخر طير رقبته. كل ما المشهد بقى دموي أكتر كل ما الساحة زلزلت من التشجيع. العملاق ما اكتفاش بكده، ده بص لوامي باستهزاء بسبب جسمه الصغير. بعد المهزلة دي وامي وصاحبه في الأوضة كان مطلوب منهم يلموا بقايا جثة صاحبهم عشان يحرقوها فوق الجبل الغربي زي ما كان بيحلم. في اللحظة دي وامي فهم حجمه الحقيقي في وسط الغابة دي، وشال جثة صاحبه في صمت وهو مكسور. بس القدر ما كانش ناوي يريحه، لأن الاحتفال بفرح الإمبراطور الجديد قرب، والمفاجأة السودة إن وامي هو اللي تم اختياره عشان يواجه العملاق ده في الساحة. ما كانش لوحده، كان معاه 2 كمان مختارينهم يموتوا معاه، وده ما كانش مسلي أبداً. أمه لما سمعت الخبر جريت تستنجد بالشخص اللي بيحميها، بس في روما القرار ما بيتغيرش، حتى الملوك ما يقدروش يتدخلوا في ترتيب الساحة. كل اللي قدر يعمله ليها إنه خلاها تشوف ابنها لآخر مرة، لقاء كله خوف وقلق. بس الأم حاولت تطمنه وفكرته بجملة أبوه يوم ما اتولد: إنك هتكبر وتبقى الملك الأسد. الأم بصت في عين وامي وقالت له إنها مصدقة إنه ما بيتهزمش، وطلبت منه يحارب على وعد إنهم هيتقابلوا تاني. كلامها شحن روحه بالثقة، بس في ساحة روما الثقة لوحدها عمرها ما كانت كفاية. أول ما وامي دخل الساحة أمه انهارت من كتر الخوف عليه. الوضع كان كارثي، رغم إنهم 3 ضد 1، بس الرومان ربطوا رجلين ال3 في سلسلة واحدة، وده قضى على ميزة وامي الوحيدة وهي السرعة. النتيجة كانت متوقعة، في ثواني ال2 اللي معاه اتذبحوا، وكل ما الدم زاد كل ما صريخ الرومان زاد فرحة. وامي بقى لوحده قدام العملاق ومفيش مقارنة لا في القوة ولا في الطول. وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة والعملاق هيخلص عليه، حصلت معجزة. بركان المدينة ثار والأرض اتهزت هزة عنيفة زلزلت روما كلها. وامي استغل اللحظة وقدر يكسر السلسلة اللي في رجله. المنظر كان مرعب لدرجة إن عروسة الإمبراطور غطت عينيها، والجمهور كله بدأ ينادي باسم وامي بحماس، وده جنن العملاق أكتر. الهزات الأرضية فضلت تتكرر وكأنها طوق نجاة، خلت وامي يتفادى ضربة كانت هتطير راسه. وأول ما الزلزال هدي شوية وامي غرز العصاية بتاعته في بطن العملاق بكل قوة، بس العملاق جسمه كان ناشف زي الدرع والضربة ما أثرتش فيه، وراح ماسك سيفه تاني. وامي نط زي الأسد في الهوا وحاول يضربه في دماغه، بس العملاق صده بإيد واحدة ورماه على الأرض وضربه شلوت وحشي خلاه يفقد الوعي. أمه كانت بتصرخ وتعيط لحد ما عينيها ورمت، والعملاق رفع سيفه عشان يخلص عليه، بس الساحة كلها وقفت على رجل واحد وصرخوا بصوت واحد بيطلبوا العفو عن حياة وامي. العملاق رفع سيفه ناحية مقصورة الإمبراطور مستني الإشارة، ودوميتيان وقف وبكل قسوة شاور بصوابعه لتحت، يعني إعدام. بس الجمهور كله ثار وبدأ يحتج بغضب مش طبيعي. الملك بص للجمهور، وسواء كان عايز يرضيهم أو اتأثر بشجاعة وامي راح لافف صباعه لفوق، يعني عفو. الساحة انفجرت من الفرحة، وبالمعجزة دي وامي اتكتبت له حياة جديدة. العملاق كان هيطق من غيظه، قلع الخوذة وجرب يبرأ لوامي بغل، بس ما كانش قدامه غير إنه يسيبه يمشي. أخت وامي اللي كانت واقفة تتفرج هي كمان انهارت من العياط بعد ما كان قلبها هيقف. في الآخر وامي نجا، وجه وقت المكافأة.
الملك ادى للعملاق شنطة فلوس تقيلة، والعملاق انحنى بشكر للملك والملكة. لما جه الدور على وامي، الملك حب يذل أخوه الأمير دوميتيان وخلاه هو اللي يقدم له الجايزة بنفسه. الأمير حس بإهانة مش طبيعية، إزاي يكرم واحد هو شايفه مجرد حشرة؟ بس ما قدرش يعارض. وهو بيمد إيده بكيس الذهب، الأرض اتهزت هزة عنيفة من تاني. بركان فيزوفيز انفجر وبدأ يدمر كل اللي حواليه، والناس بقت بتجري في كل حتة زي المجانين. والبركان ده مسح مدن رومانية كاملة في ليلة واحدة. بعد اليوم المرعب ده، الأمير قرر ينتقم من وامي، فحبسه ومنع عنه الأكل طول اليوم. وامي كان هيموت من الجوع لولا صاحبه اللي رشا الحارس ودخله أكل في السر. صاحبه صدمه بالحقيقة: انت عشت المرة دي بالصدفة، بس المرة الجاية مفيش معجزات، وقدامك 5 أيام بس تعيشهم. بس وامي كان هادي وقال إن كل يوم بيعيشه هو هدية من السماء. المواجهة التانية بين وامي والعملاق اتحدد ميعادها لليوم اللي بعده. الأم لما عرفت جريت اشترت سم قوي جدا بيموت حصان، ورشت مجموعة حراس ودخلت لأوضة العملاق وحطت السم في الخمرة بتاعته. تاني يوم النزال بدأ. وامي كان جسمه همدان من كتر الجوع، والعملاق أول ما صحي شرب الخمرة المسمومة على بق واحد. وبكده الأم قررت إنها هي اللي تخلص على العملاق بنفسها عشان تحمي ابنها. في الساحة الملك أمر وامي إنه يلبس درع حديد، والواضح إنه كان بيحاول يحميه. بس الحقيقة إن الدرع ده كارثة، لأن ميزة بطلنا الوحيدة هي الخفة والحركة، والدرع التقيل ده كتفه، وهو أصلا ما اتدربش يقاتل بيه. أول ما دخلوا الناس هاجت من الحماس، ووامي كعادته باس الرمل بتاع الساحة. في أول كام جولة وامي ما قدرش يلمس العملاق، والعملاق كان بيصد كل حاجة بسهولة. حتى لما وقع على الأرض العملاق قعد يتريق عليه، والرومان بيهتفوا باسم الوحش. وقبل ما العملاق يوجه الضربة القاضية، وامي رد بسرعة البرق وطير خوذة العملاق، وبعدها قلع خوذته هو كمان. العملاق بدأ يتمايل زي السكران، السم بدأ يشتغل فعلا. الرومان بدأوا يهتفوا باسم صياد الأسود، وحتى دوميتيان حس إن في حاجة غلط. بطلنا هجم بكل قوته، والعملاق اللي ما بقاش في وعيه بدأ يتلقى الطعنات، وسيف وامي غرس في بطنه. بس الوحش لسه فيه الروح، وقدر يوقع وامي ويضربه ضربة جامدة. فجأة وامي لقى الثغرة المناسبة، وبحركة سريعة جرح كتف العملاق. لما شاف الدم وامي ابتسم، لأنه فهم أخيرا إن العملاق ده بشر وممكن يتهزم. قعد يرقص حواليه ويضربه في كل حتة لحد ما العملاق انهار تماما ووقع على الأرض مهزوم. الساحة انفجرت من الفرحة، والنصر ده كان طعمه أحلى من أي جايزة. والأمير مشي وهو هيموت من الغيظ. العبد اللي ملوش اسم بقى هو البطل الجديد، وتوجوه ملك الساحة. بعد الفوز ده وامي طلب حريته حسب قانون الساحة، بس هو ما كانش عايز يفضل مصارع بأجر، كان عايز يمشي ويبعد عن الدم. فقرر يعمل إضراب عن الطعام عشان يحتج. لما دوميتيان عرف، فكر في حركة في منتهى القسوة، جاب القوس والسهم ووجهه ناحية صاحب وامي في الأوضة، أقرب واحد لقلبه، وقال له بمنتهى البرود: لو وافقت تاكل وتكمل تسلية لروما صاحبك هيعيش، لو رفضت هسيب السهم يخلص عليه فورا. بدون أي خيار تاني وامي اضطر يبلع وجبة الذل والإهانة عشان يحمي صاحبه، والسلاسل اتربطت حوالين رقبته من تاني. وفي نفس اليوم الساحة الرومانية عملت عرض مبهر ما شافتوش روما قبل كده. مئات الطيور اتطلقت في السماء لحد ما خطفت عيون الناس، وبعدها دخل المصارعين ومعاهم حيوانات نادرة ومفترسة. فجأة وامي لمح أخته في الساحة، افتكر إنهم أجبروها تبقى مصارعة، بس اكتشف إنها هي اللي اتطوعت بنفسها عشان تبقى جنبه. وقبل ما يستوعب المية غرقت الساحة وحولتها لبحر عملاق، ودخلت سفينة ضخمة مربوط في مقدمتها عشيق الأمير اللي قرر يخلص عليه بالطريقة دي لأنه عارف أسرار كتيرة. السفينة بدأت تغرق، وبوابة تانية اتفتحت وطلعت وحوش بحرية هجمت على الناس، وعشيق الأمير راسه طارت في لحظة، والتماسيح سحلت القنصل الروماني لتحت المية. بس كل ده كان مجرد تسخين للكارثة الحقيقية. الأسد الأبيض اتطلق في الساحة وبدأ يفترس في الكل بجنون، لدرجة إنه نط للمدرجات وبدأ ياكل في الجمهور نفسه. وامي نادى على الأسد، والأسد أول ما شافه عرفه.
ده الراجل اللي صاده بإيده. الأسد هجم عليه بكل جبروته، ووامي رغم إنه هزم عمالقة بس قدام الأسد كان بيلفظ أنفاسه، وفي لحظة انتفاضة أخيرة غرس سيفه في قلب الأسد وهو بينط عليه فقضى عليه نهائيا. الرومان سقفوا بهستيريا وهتفوا باسمه الملك الأسد، وهو افتكر إنه كده خلاص نال حريته، بس الثمن كان أبشع مما يتخيل. جابوه هو وصاحبه في نص الساحة والناس بتطلب دم، عايزينهم يموتوا بعض، لكن محدش فيهم قدر يرفع سلاحه. وفجأة بوابتين اتفتحوا، طلعت أخت وامي من ناحية وابن صاحبه الصغير من الناحية التانية، والقرار كان مستحيل، لازم يحاربوا بعض واللي هيكسب بس هو اللي أهله هيعيشوا. بدأت أصعب معركة في حياتهم، معركة مش عشان مجد، دي عشان نجاة أغلى الناس. محدش فيهم كان عايز يمد إيده على التاني، بس السيوف كانت مفروضة عليهم. في الآخر وامي جرح صاحبه ووقف يترجى الملك عشان يرحمهم. الرومان كلهم صرخوا للعفو، بس الملك قلبه كان حجر وشاور بإيده لتحت، يعني لازم يخلص عليه. صاحب وامي عرف إن الموت جاي، فطلب منه بآخر نفس إنه يحمي ابنه، وقرر يضحي بنفسه ويترمي على السيف، لأنه عرف إن لو وامي ما قتلوش الكل هيتذبح. الساحة كلها بقت بتهتف بصوت واحد: حرية! الملك نزل الساحة بنفسه ومعاه السيف الخشب، وأعلن قدام الكل إن وامي بقى راجل حر ومواطن روماني. الملك ادى لوامي السيف الخشب وقال له ليك الحق تحرر أي حد تختاره، فوامي ما ترددش لحظة وادى السيف لأخته، وبكده الثلاث إخوات بقوا أحرار رسميا. رحلة وامي في الدم خلصت، بس بثمن أغلى بكتير من اللي أي حد يتخيله. بس الحكاية في روما ما بتخلصش، دي كأنها بتبدأ من جديد في صراع السلطة. الإمبراطور فيسباسيان كان بيحب يظهر بأشيك هدوم في سباق العجلات، وفي الدراي كان في واحد اسمه تين بيدير مكان للمراهنات. الراجل ده بدأ من الصفر لحد ما بقى عنده سلطة ونفوذ، وهو اللي مدرب كوبوس مقاتل الفريق الأزرق. تين كان سوسة نصب فخ الواحد من النبلة وخلاه يراهن على كتاب قديم ونادر كان تين عايزه بأي ثمن. الإمبراطور وصل الساحة ومعاه ابنه الصغير، والمكان كان متقفل على آخره. المذيع بدأ يقدم الفرق الأربعة، وأولهم الفريق الأبيض بقيادة صيدن اللي كان لابس ومتجهز على سنجة 10. السباق بدأ بقوة. كوبوس ممثل الفريق الأزرق من أولمبيا كان حبيب الجماهير، ووراه الفريق الأحمر واللباني. أول ما المنديل وقع البوابات اتفتحت والعجلات انطلقت زي الصاروخ. كوبوس وسايدن كانوا في المقدمة، بس في أول لفة حصلت كارثة، في عجلة طارت وكانت هتخبط في كوبوس، والعجلة اللي وراه اتدشملت تماما. العمال جريوا يلموا الحطام، بس في جندي قام يتطاوح والعجلات كانت راجعة عليه بسرعة رهيبة. محدش يقدر ينجو من صدمة زي دي. سايدن كان متصدر، وبالرغم ان كل الناس افتكروا ان كوبوس خلص تماما، لكن حصل المستحيل. في المقصورة ابن فيسباسيان الكبير وصل متأخر، ورغم انه مسؤول عن الجيش بس ما كانش ليه في السباقات، وده نرفزه جدا وبين ان العلاقة بينهم متوترة. نرجع للساحة. كوبوس وصل لملف صعب، والمية بدأت تترش من تماثيل السمك عشان تزود الإثارة. كوبوس لسع الخيل بالكرباج وبقت السرعة جنونية، وقدر يسبق الكل، وفي آخر لحظة عدى من سايدن وفاز بالسباق كله. الشخص الوحيد اللي كان فرحان أكتر من كوبوس هو تين اللي عمل ثروة من المراهنات، في حين إن النبيل اللي صدق العرافة انهار من العياط لأنه خسر كل حاجة حتى حبيبته. بعد السباق تين دخل للعرافة واداها كيس ذهب، ويبقى الموضوع كله كان مترتب من الأول برشوة. في الناحية التانية الإمبراطور وقف يهزأ ابنه الكبير لأنه فشل يوقف ثورة اليهود، واللي جننه أكتر إن ابنه ماشي مع ملكة يهودية. الملكة دي كانت في معسكر العمال بتحاول تطمن أهلها، بس الكبار في المعسكر ما صدقوهاش واتهموا إنه حبها للأمير الروماني خلاها تخون شعبها. الأمير اتصدم لما عرف إن أبوه ناوي يخلي ابنه الصغير هو الوريث للعرش. فيسباسيان كان ثعلب، قال للكبير تبقى الوريث بشرط تنفذ أوامري، وأول أمر كان إنه يطرد حبيبته الملكة اليهودية بره روما. وفي آخر المشهد كوبوس كان بيفحص العجلة اللي اتدشملت واكتشف إن في مسمار مقصوص قصد، يعني موت صاحبه ما كانش حادثة، دي كانت جريمة قتل متعمدة عشان يخلصوا عليه. بعد ما كوبوس لقى المسمار المقصوص راح فورا لتين عشان يواجهه. تين في الوقت ده كان بيشيل مكاسبه وعقود الأراضي في خزنة سرية مليانة بالأملاك من كل حتة في روما، وكان طمعه ملوش حدود لدرجة إنه بيحلم يسيطر على عرش روما نفسه.
وهو في الخزنة لمح تمثال برونزي خلاه يقلق ويحس إن في حد غريب دخل المكان. في اللحظة دي كوبو خبط على الباب ودخل، فتين خبى موضوع التمثال ده بسرعة. كوبو وراه المسمار اللي تسبب في الحادثة. فتين قال له إنهم عندهم خطة كبيرة تخليهم أباطرة، وزي ما الإمبراطور فيسبازيان بدأ كواحد بسيط بيسرح بالبغال ووصل للعرش، هم كمان يقدروا. بس كوبو ما كانش فارق معاه التاج، كان كل همه إنه يعيش وبس. ولفت نظره التمثال البرونزي اللي شبه خيل بلده بالظبط، بس تين خطف التمثال منه وطرده وقال له يروح يرتاح. كوبو وهو ماشي حذروا إن في حد بيخطط ضدهم، وتين وعده إنه هيدور ورا الموضوع. بالليل تين جر ميكانيكي العجلات من سريره قدام مراته وبنته اللي كانوا هيموتوا من الرعب، وراه المسمار وقال له مين اللي أمرك تعمل كده؟ الميكانيكي أنكر، فتين طلع السكينة، وهنا بنته انهارت من العياط واعترفت إن واحد شعره أحمر موجود في الخمارة هو اللي طلب كده. تين درب الميكانيكي على خده وقال له بنتك أنقذت حياتك. راح تين للخمارة عشان يواجه الراجل اللي شعره أحمر، والمكان كله اتكهرب أول ما شافوه. تين قال له بكل ثبات أنا صاحب المكان ده، ومين اللي وزك تخرب عجلة المصارع بتاعي؟ الراجل قعد يترعش بس حاول يبان قوي وقال له أنا عارف انت مين، بس أنا جاي من بلد أقوى من روما نفسها. تين لقى إنه لسه معرفش مين الراجل الكبير اللي وراه، فسابه ومشي وهو بيضحك. الراجل افتكر إنه كده خوف تين وما يعرفش إن تين انسحب بس عشان يراقبه في السر. تاني يوم كوبو رجع الساحة عشان يجرب الخيل الجديدة. أول ما ركب العجلة وجرى، الخيل الأربعة البيض كانوا طايرين من السرعة وانبهر بيهم جدا، وقرر يشتريهم فعلا، بس بشرط إن الإخوة الكبار يفضلوا معاه عشان يرعوهم. الإخوة الكبار وافقوا وفرحوا، بس بلوت الأخ الصغير رفض وفكرهم بوعدهم لأبوهم إنهم يرجعوا بلدهم بعد البيع. بس إخواته الكبار شافوا إن دي فرصتهم عشان يوصلوا لمكانة عالية، وأقنعوا بلوت يفضل معاهم عشان يشوف بنفسه أكتر سنة فيها زحمة ودوشة في تاريخ روما. بلوت سابهم وهو على آخره من الغضب، بس إخواته الكبار خلاص اتفقوا مع كوبو إنهم هيفضلوا معاه. أول ما كوبو خلص معاهم جرى فورا على تين عشان يطلب تمن الخيل، وقال له إن دي أسرع خيل ركبها في حياته. تين ما كانش بخيل لأنه عارف إن الخيل دي هي اللي هتجيب له المكسب والذهب، وبدأت الخطة الحقيقية تتحرك في دماغه. تين أخد عقود الأراضي وراح لبيت القنصل، وهو عارف إن النبلاء في روما هيموتوا على الأملاك دي. لما القنصل اتأكد إن العقود سليمة، تين طلب فيها 700,000 قطعة فضة. القنصل ضحك وقال له مستحيل تساوي كل المبلغ ده. فتين بذكاء رفع السعر ل 800,000. القنصل طرده وقال له مش هكمل كلام معاك. بس تين وهو ماشي قال له خلاص، يمكن الفريق الأبيض يكون محتاج العقود دي أكتر. الكلمة دي خلت القنصل يغير رأيه فورا وناداه، واتفقوا في الآخر على 900,000. بعدها تين راح قابل ابن الإمبراطور الصغير وطلب منه يمشي الحراس، وقال له بوضوح أنا محتاج فلوس كتير. تين كان عارف إن الأمير مديون ومحتاج قرشين لأنه بيخسر دايما في القمار. الأمير سأله أنت مش خايف تقتلني؟ فتين رد عليه بكل برود إنه عامل حسابه لكل حاجة. كشف له الخطة إن كوبو هيسيب الفريق الأزرق وهيعملوا فريق جديد مع بعض. الأمير أول ما سمع اسم كوبو وافق فورا، بس تين قال له إن الفريق الجديد محتاج ترخيص من الإمبراطور نفسه، والورق ده لازم الأمير هو اللي يطلعه، وفي المقابل الأمير هياخد نص ملكية الفريق وكل أرباحه. الأمير كان مهتم بالخيل، وتين طمنه إن معاهم أحسن خيل في العالم ومعاهم السواق اللي ما بيخسرش. الأمير وافق، بس حذره إنه لو بيخدعه هيخلص عليه ويقطع راسه. وفي اللحظة اللي الدنيا بدأت تظبط فيها حصلت كارثة في الاسطبل، الخيل كلها وقعت وماتت. في نفس الوقت بيلوت الصغير كان بيلم شنطته عشان يرجع بلده، وإخواته بيحاولوا يقنعوه يفضل معاهم عشان الأكل والفلوس والشهرة، بس هو صمم يحترم وعده لأبوه. وهم بيتكلموا جاله خبر الكارثة، دخلوا الاسطبل واتصدموا، الخيل كانت بتموت مسمومة. واضح إن خبر سيبان كوبو للفريق الأزرق اتسرب، ودي كانت حركة انتقام قذرة عشان يخلصوا على أحلامهم. تين وكوبو وصلوا وهم مش مصدقين، وفي وسط الصدمة دي واحد من الرجالة جه وجايب ليهم خبر أسوأ بكتير. المصيبة إن الأمير دوميتيان كان جايب نفسه يعاين الخيل اللي كين قعد يتباهى بيها،
والخيل كلها مرمية على الأرض بتنازع. تين طلب من الإخوة التلاتة يتصرفوا بسرعة ويخبوا الكارثة دي. بدأوا يرفعوا الخيل بالحبال والبكرات عشان يبانوا كأنهم واقفين، وتين حاول يعطل الأمير بره، بس الأمير ما سمعلوش ودخل الاسطبل فجأة. لما شاف الخيل متعلقة سأل فيه إيه، فقالوا له إنهم بيصلحوا حوافر الخيل. الأمير مشى الموضوع بس أكد على كوبو إنه عايز يشوف الخيل دي بتجري في الساحة بكرة ومشي. الضغط بقى رهيب على تين اللي سأل كوبو انت قلت لحد؟ شكوا ان مدرب الخيل القديم هو اللي سرب الخبر. تين امر كوبو والاخ الكبير يحاولوا يعالجوا الخيل باي طريقة قبل الصبح. تين خد رجالته وراح للصيدلي اللي بيبيع السموم، والصيدلي اعترف ان في ناس اشترت منه اعشاب سامة فعلا. بعد مطاردة في الزقاقات قبضوا عليهم وموتوا الكل ما عدا واحد بس اللي اعترف انه ما يعرفش المدبر، بس شاف مرسول جاي في هودج لونه اخضر في اصفر. تين سابه يمشي بعد ما خد المعلومة دي. لما رجع الاسطبل لقى حصان مات والدكتور بيحاول ينقذ الباقي. بيلوت الصغير بعد ما كان عايز يسيب روما صمم يقعد ويساعد اخواته في الورطة دي. في نفس الوقت صبيين بيشتغلوا مع تين لمحوا الهودج الاخضر في السوق وجريوا يبلغوه. وهناك في سوق العبيد ظهرت وامي وهي بتحاول تشتري بنتها الصغيرة في المزاد، بس اتفاجئت ان السعر طلع للسما وبقى 10 أضعاف الثمن العادي، وكأن في حد مصمم يخطف البنت منها. الأم حاولت تشتري بنتها الصغيرة ب500 قطعة، بس الشخص اللي جوه الهودج دفع 3000 وده كان مبلغ خيالي فوق طاقتها. وقفت تتفرج بقلب مكسور وبنتها بتتاخد منها، وما لحقتش تفوق من الصدمة لقت بنتها الكبيرة هي كمان معروضة في المزاد. فجأة تين دخل وطلب يشتري البنت الكبيرة ب500 قطعة، والأم حاولت تعلي السعر ل1000 بس الدلال رفض يبيع لوامي وباعها لتينا عشان هو صاحب نفوذ. الأم جريت وراه عشان تترجها، بس تين ما كانش غرضه الفلوس، هو اشترى البنت الكبيرة عشان لاحظ إن اللي اشترى أختها الصغيرة في الهودج ليه علاقة بيهم، وكان ناوي يستخدم البنت الكبيرة كجاسوسة عشان يعرف مين الشخص ده. بالليل الأم خبطت على باب تين وبعد شد وجذب سمح لها تدخل وعرض عليها الاتفاق: تشتغلي جاسوسة ليا عشان أعرف مين الست اللي كانت في الهودج، ولو نجحتي هديكم حريتكم كلكم. الأم وافقت بس بشرط إن محدش يلمس بنتها أو يسيء معاملتهم، وتين طمنها إنه مش مهتم بالعبيد ووفر لهم أوضة يناموا فيها. في الوقت ده الإمبراطور فيسباشيان حس إن نهايته قربت، فجمع أولاده وقرر إن ابنه الكبير تيتوس هو اللي هيمسك الحكم بعده. دوميتيان الصغير اتملى بالحقد والغيرة، وده اللي خلاه يخطط يسرق العرش بعدين. تاني يوم كوبو والأخ الكبير راحوا عند البركان وجابوا كبريت وأكلوه للخيل كعلاج، وبالفعل الصبح حصلت معجزة والخيل خفت وقامت على رجليها. الأم راحت بيت القنصل وقابلت بنتها الصغيرة وطمنتها، والبنت الصغيرة بدأت تنفذ المهمة. وهي في بيت القنصل سمعته هو وعشيقته بيخططوا عشان يخلصوا على واحد اسمه كوبو. البنت بذكاء حمت نفسها من القنصل بادعاء إنها تعبانة وهربت بالليل وراحت لتين وبلغته باللي سمعته. تين فهم إن كوبو في خطر، بس للأسف كان اتأخر خطوة. في نفس اللحظة دي كان في عصابة بتهجم على كوبو قدام الناس وضربوه في بطنه وسحلوه بعيد. تاني يوم طبول الحرب دقت عشان تعلن عن سباق ملوش زي. دوميتيان دخل أوضة أبوه ولقاه واقف بالعافية في البلكونة. الإمبراطور فيسباسيان كان بيهلوس وتعبان جدا لدرجة إنه ما كانش قادر يروح الساحة. في المرة دي تيتوس الابن الكبير وصل بدري، ولما شاف أبوه مش قادر يحضر قعد هو على عرش الإمبراطور. دوميتيان كان جواه حقد وكره رهيب بس دراهم، خصوصا إن تيتوس كان قفشه وهو بيسرق من خزنة الإمبراطور عشان يسدد ديون الأمار بتاعته. وبسبب هروب سايدن المفاجئ الفريق الأبيض انهار، مش بس سواقهم اللي اختفى، ده حتى العجلة بتاعتهم اتسرقت. في نفس الوقت القنصل كان قاعد في الصفوف الأولى بكل تفاخر بعد ما اشترى عقود الأراضي من تين. محدش كان متوقع إن تين يظهر في المقصورة الرئيسية، وبالرغم من إنه ما كانش معاه ستات من النبلاء وكان معاه شوية أطفال، بس هيبته لفتت أنظار الكل. المذيع بدأ يقدم المتسابقين، وكانت المفاجأة إن أول اسم هو سايدن،
وراكب العجلة اللي اتسرقت من الفريق الأبيض. والمفاجأة الأكبر كانت دخول كوبو. الساحة كلها اتصدمت لأنهم افتكروا إنه اتقتل ليلة امبارح، والقنصل بالذات ما كانش مصدق إن كوبو لسه عايش. الناس جريت تراهن بكل فلوسها على كوبو، وأم وامي ما انتهزتش الفرصة ورهنت بال1000 قطعة اللي معاها عليه لأنها كانت عارفة خطة تين كلها. السباق بدأ، وكوبو كان ذكي جدا، فضل ماشي ورا سايدن بالظبط، وفي آخر لفة وعند ملف ضيق كوبو قدر يسبق سايدن بحرفنة. الجمهور كله كتم نفسه، وأم وامي كانت بتترعش من القلق. وفي اللحظة الأخيرة كوبو كسب السباق بفارق بسيط جدا. ناس كتير احتفلت بالمكسب، وناس تانية خسرت كل اللي وراها وقدامها. القنصل رغم كل تخطيطه خسر كل حاجة في الآخر. تين قعد يلم مكاسبه قدام الكل وبكل ثبات، وده ولع الدنيا نار عند الفريق الأبيض والأزرق. في قاعة المراهنات أم وامي كانت مستنية تين، حطت قدامه 2000 قطعة فضة عشان تشتري حرية بنتها الكبيرة، بس تين رفض وقال لها أنا اللي بحدد السعر. الأم بدأت تقلق، بس هو فاجئها بعرض: لو اشتغلتي عندي سنة واحدة بمرتب 1500 قطعة هتقدري ترجعي بنتك وكمان توفري 500 قطعة. العرض كان كريم جدا، وبكده بنتها الكبيرة بقت حرة. بس الفوضى قامت بره وما هديتش، لأن ظهور فريق خامس الفريق الذهبي كسر النظام القديم اللي كان قايم على 4 فرق بس. تين ما فرقش معاه الهيصة وأمر رجالته يسيطروا على الوضع ومشي. بس الموضوع ما كانش سهل، لأن ناس كتير خسرت شقة عمرها في الرهان. في الليلة دي نادوا تايتس للقصر لأن الإمبراطور فاسباسيان كان بيموت، ولما وصلوا هو وأخوه كان أبوه فارق الحياة وهو واقف على رجليه زي ما كان بيتمنى، لأن إمبراطور روما لازم يموت وهو واقف. وبكده انتهى عصر فاسباسيان. بعد موت الأب تايتس قعد على العرش، وبما إن الجيش في ظهره مفيش حد من النبلاء قدر يفتح بقه. العائلات الكبيرة اتفقت معاه إنهم يخلوا أبوه إله زي يوليوس قيصر، والقنصل وافق بشرط واحد: إن الفريق الذهبي يتمنع من السباقات بحجة إنه هو اللي أشعل نار الفتنة والشغب في البلد. بينما تان كان بيحتفل بالعلم الذهبي الجديد على الاسطبل بتاعه، العساكر دخلوا وقطعوا العلم وأعلنوا إن الفريق الذهبي اتمنع رسميا. الدنيا اتقلبت في لحظة، وأكتر واحد اتصدم كان كوبو، لأنه لو ما تسابقش هيخسر كل حاجة، فقرر فورا يسيب تان ويمشي. تان حاول يقنعه إنه هيرجع الحق ده، بس كوبو ما سمعلوش. في اللحظة دي دخل أنطونيو من الفريق الأبيض وهو شايط، وقعد يقشر الدهان الأصفر من على العجلات لحد ما بان اللون الأبيض اللي تحته، وأخد العجلات بتاعته ومشي. تان فضل واقف هيموت من الغيظ، بس ما كانش في إيده حاجة يعملها. كوبو مشي وساب تان وحيد. بس هل تفتكر إن تان هيستسلم ويفرط في حلم الفريق الذهبي؟ أكيد لأ. تان طموحه كان أكبر من إنه يستسلم بسهولة، فراح فورا لدوميتيان عشان يفهم إيه اللي حصل. دوميتيان كشف له إن أخوه الكبير اتفق مع العائلات الكبيرة ضدهم، بس قال له إنه عنده طريقة يخلي الفريق الذهبي يرجع يشارك تاني. بعدها تين راح لصانع العجلات وطلب منه أسرع عجلة حربية، والحداد قال له إنه صنع واحدة من خشب الخيزران خفيفة وسريعة جدا، بس مشكلتها إنها أخف من المواصفات المطلوبة. فتان قال له كمل شغل وأنا هعرف أطلع لها التراخيص. بعد ما تايتس بقى إمبراطور رسميا، ركز في مشروعه الكبير: بناء الكولوسيوم العظيم وتجديد قنوات المية لروما. الملكة اليهودية بيرينيس اعترضت على معاملة شعبها واتهمته إنه أخلف وعده بحريتهم، بس المستشار بتاع تايتس حذره وقال له إن أكبر غلطتين عملهم هم حبه للملكة دي وطيبته الزايدة مع أخوه دوميتيان. دوميتيان من كتر الحقد أمر بمنع وصول سفن الأكل للجيش عشان يسبب قلق لأخوه. تايتس اتجنن، بس عشان مفيش دليل اكتفى بأنه يحط أخوه تحت الإقامة الجبرية. وهو محبوس دوميتيان ما بطلش تخطيط. القنصل جاب له وحوش من كل العالم، والأسد الأبيض لفت نظره جدا. القنصل قال له إن ده أشرس وحش وممكن يخلص على راجل بضربة واحدة. دوميتيان جت في دماغه فكرة شيطانية عشان يحرق تايتس والملكة. نرجع لتان اللي لقى أم وامي بتدير مكان المراهنات بشطارة، والمكاسب زادت جدا. دوميتيان طلب من تان إنه يخلص على شوية شهود عشان تايتس ما يوصلش للحقيقة، وبالفعل رجال تان قاموا بالواجب. وعشان دوميتيان يولع الدنيا أكتر، عمل عرض مرعب بالأسد الأبيض وأطفال اليهود قدام الكل، والناس افتكرت إن ملكتهم هي اللي سمحت بكده. تايتس عرف إن أخوه هو اللي ورا المصيبة دي وراح يواجهه، بس دوميتيان كان لئيم وحط الخنجر على صدره وقال له اقتلني لو تقدر، وعارف إن أخوه قلبه
قلبه طيب ومش هيقدر يموته. تايتس ما قدرش يقتل أخوه واللحظة ضاعت من إيده. كوبو بعد ما ساب تن قعد يلف على الفرق، بس الفريق الأزرق رفضه عشان سكورباس موجود. كوبو ملقاش قدامه غير الفريق الأبيض اللي استغل الفرصة ومضاه بمبلغ قليل. ولما تن راح يبلغه إن الفريق الذهبي هيرجع، كان كوبو خلاص مضى، والاتنين الأصحاب بقوا منافسين لبعض. في الوقت ده الشخص اللي حط التمثال البرونزي أورسوس ظهر تاني وضرب تن علقة موت. الحقيقة إن الماضي بينهم مليان خيانة. تن هرب وساب صاحبه يدفع التمن زمان. الصبح وامي لقت رسالة تهديد بتطلب من تان يجيب كل مكاسبه. تان عرف إنه لازم يخلص على الراجل ده، بس غلط لما بعت ولد صغير يراقبه. الولد اتقتل واترمت جثته كتحذير. في السباق اللي بعده كوبو خسر، وتام كان متوقع ده فراهن على سكورباس وكسب. سكورباس قعد يتريق على كوبو ويقول له إن خيله ضعيفة. أما الست اللي القنصل أهانها فراحت لليفيا وقالت لها إن عندها طريقة ترجع بيها العقود اللي جوزها خسرها لتن. ليفيا أخدت ابنها وهربت. أما جوز ليفيا اللي خسر كل حاجة فكان بيلف في الشوارع لحد ما الملكة اليهودية لقيته. الملكة كانت بتدور عليه عشان يشتغل جاسوس ليها عند تن وينقل لها أخبار تحركات دوميتيان، وفي المقابل هترجع له ثروته. الراجل راح لتن واتمسكن، وتن وافق يشغله إكراما لأم وامي. في نفس الوقت بنت وامي الصغيرة سمعت القنصل بيخطط الانقلاب مع الكاهن الأكبر وجريت بلغت تين. المعلومة دي كانت مهمة جدا. تين بلغ دوميتيان اللي راح جري لأخوه الإمبراطور تيتوس وحكاله المؤامرة. راحوا المكان الاجتماع السري، وتين كان مرشي الحراس، فقدروا يسمعوا القنصل وهو بيقول للسناتورات والكهنة إن روما لازم يبقى لها ملك جديد لأن تيتوس معاشر واحدة أجنبية. تيتوس ما استناش، هجم عليهم وقبض على القنصل في الحال، وده خلى ثقته في أخوه دوميتيان ترجع تاني، وافتكر إنه مخلص ليه. وعشان يكافئه سمح للفريق الذهبي يرجع الساحة، وطبعا المكاسب لتين ودوميتيان. تين كان عايز كوبو يرجع، وبما إن كوبو رفض تين لبسه تهمة سرقة وحبسه، وما سوموش بالحرية غير لو رجع يسوق للفريق الذهبي. كوبو ما كانش قدامه خيار تاني، وفي السباق ركب العجلة الخيزران الخفيفة اللي طلبها تين وطار بيها، وقدر يحقق نصر ملوش زي. بس تيتوس ما كانش ساذج، كان عارف إن أخوه هو اللي مشغل الفريق الذهبي لحسابه. لما تين رجع قاعة المراهنات لقى التمثال البرونزي ملفوف في ورقة. أم وامي قرأت الرسالة: هات كل المكاسب اللي عليك وإلا الضحية الجاية هتكون مراتك أو عيالك. وفي نفس اللحظة جه مرسول من دوميتيان بيطلب نصيبه في الأرباح فورا ومش مستني للصبح. بس دوميتيان ما كانش الوحيد اللي عايز فلوس، في وحش تاني مستني في الضلمة. كوبو كان عايز نصيبه من المكسب بعد الفوز، وفي نفس الوقت أنطونيو بتاع الفريق الأبيض جه وهدد تين إنه لازم يرجع له كوبو فورا. تين جاب آخره وزعق في أنطونيو وقال له ملكش عندي حاجة، ودخل حبس نفسه في أوضة الفلوس وهو متضايق من كترها، وقال محدش بيبقى عايز يسلم مبالغ زي دي. في الليلة دي الراجل اللي في وشه علامة ظهر أخيرا. ولد صغير شافه وجري بلغ تين. لما تين راح برجالته الراجل ما خافش واستدرجوا الأوضة في مكان عالي، وهناك تين اكتشف إنه وقع في فخ. رجالته كانوا مرتشيين وخانوه. الراجل المشوه موت الخاين وقعد يضرب في تين جامد لحد ما كسر له رجله، وقرر يحرقه وهو عايش زي ما حصل معاه زمان. بس لحسن الحظ الولد الصغير أنقذه قبل ما النار تاكله، وأم وامي لحقته وهو غايب عن الوعي. تاني يوم السباق بدأ، وبالرغم إن كوبو ما ظهرش الفريق الذهبي كسب بفضل أخو بيلوت الكبير. نظام المراهنات الجديد بتاع الأطفال اللي عملته أم وامي حقق مكاسب خرافية. لكن كوبو راح فين؟ الحقيقة إن سيدن عزموا على سهرة، ومرات القنصل اللي كانت عايزة الفريق الأزرق يكسب حطت لكوبو عقرب في هدومه وسمته وهو نايم. كوبو صحى مأخر وجري يقول لتين إنه اتغدر بيه، بس تين كان رقيد برجله المكسورة وقال له إنه بدأ يدرب سواقين تانيين لأنه عارف إن كوبو ممكن يختفي في أي وقت، وده خلى كوبو يتجنن من الغيظ. دوميتيان ما سابش تين في حاله، راح له البيت وضغط بصباعه على جرح رجله اللي بتصفي لعاب وصديد، وهدده إنه لازم يرجع له فلوسه فورا. في اللحظة دي أم وامي دخلت بالأطفال وكل واحد معاه شنطتين مليانين ذهب من أرباح اليوم، وتين انبهر بذكاء الست دي. بس الفرحة ما كمتش، الراجل المشوه وصل لأوضة تين، وبالرغم إن تين قدر يستخبى في مكان سري، لكن لما طلع لقى راس المساعد بتاعه على السرير.
الأمير عرف فورا إن وامي في خطر، وفعلا الراجل هجم عليها في قاعة المراهنات وقعد يضرب فيها لحد ما شفايفها ورمت، وهي حاولت تدافع بالسكينة بس ما قدرتش تعمل حاجة قدام جبروته. الراجل المشوه رمى وامي على الأرض وقعد يخنق فيها ورا المكتب، وفي اللحظة اللي كان خلاص هيخلص عليها جات له ضربة ما كانش متوقعها. تين جرى من بيته رغم إصابته عشان ينقذها، ومن اللحظة دي تين بقى بيثق في وامي ثقة عمياء. تاني يوم في الساحة الدنيا اتقلبت. أول واحد عمل حادثة كان سايدن من الفريق الأزرق. كوبو والأخ التاني أندوس كانوا جايين وراه، وكان في مساحة لكوبو إنه يخلي أندوس يتفادى الحادثة، بس كوبو كان في نيته حاجة تانية خالص. عشان مفيش حد يهدد مركزه كسر العجلة قصد على أندوس. النتيجة كانت بشعة، سايدن رجله اتدمرت وأندوس اترمى بره والعجلات داسته. بآخر نفس أندوس طلب من إخواته يحبوا بعض، وما كانش عارف إنهم هيبقوا أعداء. بيلوت هجم على كوبو وهو متأكد إنه هو اللي موت أخوه، بس تين دخل وحمى كوبو وقعد يقول إنها مجرد حادثة. وامي لاحظت إن تين ما عندوش أي عدل وبيداري على جريمة كوبو، فبدأت تبعد عنه لدرجة إنها رفضت اعتذاره في العزا. في نفس السباق تايتوس أعلن إن مراته حامل، وده معناه إن بقى فيه وريث للعرش. الموضوع ده ولع الحقد والكره جوه دوميتيان لأن فرصته في الحكم بتضيع. بيلوت قلب من أخوه التاني يسيبوا تين وياخدوا بطار أخوهم، بس الأخ رفض وقال له إنه دلوقتي هو اللي بقى رئيس الفريق، وحصلت بينهم خناقة كبيرة. بيلوت راح للفريق الأزرق وعرض عليهم يسوق مكان سايدن المشلول، ووافقوا فورا. سايدن كشف لكوبو إنه شافه وهو بيقتل أندوس قصد، وهدده إنه هيبلغ عنه، فكوبو ما ترددش ولحق موت سايدن وعمل نفسه بريء ونادى الدكتور. في القصر تايتوس عرف إن أخوه دوميتيان هو اللي كان مانع الأكل عن الجيش وواجهه بالحقيقة. دوميتيان جري لتين وقال له لازم نغتال تايتوس وإلا الكل هيتذبح. تين راح لقائد الحرس الإمبراطوري، والقائد ده كان بوشين وقال لهم استنوا لما الرؤية توضح. الفرصة جت في السباق اللي بعده. بيلوت قفل الطريق على كوبو بكل قوته عشان ينتقم لأخوه. كوبو قعد يصرخ ويترجى حد ينقذه، بس بيلوت ما كانش جواه أي رحمة ناحيته. عجلة كوبو اتقلبت وبكده انتهت حياته، وده كان الجزاء اللي يستحقه. بس القدر ما سابش أخو بيلوت التاني في حاله لأنه كان في السباق وراه بالظبط وملحقش يتفادى الحادثة. دوميتيان وقف مصدوم من اللي بيحصل، وبيلوت أول ما شاف أخوه بين الحياة والموت وقف عجلته في مخاطرة مجنونة وقعد يسحب فيه بين العجلات اللي بتجري، بس ملحقش، الأخ مات بين إيديه. بيلوت عمره ما تخيل إن تاره من كوبو هيكون تمنه حياة أخوه التاني، وبقى وحيد في روما بوجع مش هينساه أبدا. تمن الانتقام دايما بيكون تقيل ومر. في المقصورة الملكية دوميتيان كان محبط على الآخر وتكبره اختفى. الحكاية إن تايتوس عرف إن أخوه هو اللي مانع الأكل، فدوميتيان تحالف مع تين عشان يقلبوا نظام الحكم. قائد الحرس الإمبراطوري طلب 10 مليون قطعة ذهب رشوة، وده مبلغ ما كانش معاهم. تين راهن بكل ثروته على السباق، وامي كانت خايفة من المخاطرة دي، بس تين قال لها مفيش هروب، يا نبقى في السما يا نندفن سوا. تين بذكائه قدر يوصل للذهب اللي كان الراجل المشوه مخبيه، ولما جه خبر موت كوبو الدنيا اسودت في وشه لأنه خسر رهانه والفلوس ضاعت. بس أول ما كشف لدوميتيان عن الذهب المستور الروح ردت في الأمير وقعد على العرش يتمزج باللحظة. تين غلط غلطة عمره لما كشف طموحه وقال لدوميتيان أنا مش مساعد، أنا شريك وعايز لقب نبيل، والأمير وافق من ورا قلبه بس عشان محتاج الذهب. تين سلم الذهب للحرس وكده تمموا الاتفاق، ولما رجع البيت فتح الخزنة السرية وامي وقال لها إن العقود دي أهم من الذهب، ولو جراله حاجة في الانقلاب هي اللي هتورث وتدير كل حاجة. في الوقت ده جوز ليفيا كان بيلعب لحساب الملكة اليهودية وحكى لها كل حاجة وعرفها إن بنت وامي الصغيرة لسه مستعبدة في بيت القنصل. الملكة اليهودية راحت بنفسها لبيت القنصل وهناك عرضت على وامي صفقة، هاتيلي الورق اللي يثبت خيانة دوميتيان وفي المقابل هتشوفي بنتك الصغيرة وهتبقى حرة. الأم طبعا ما فكرتش مرتين واختارت بنتها. وفي نفس الوقت في الكولوسيوم تين عمل عرض لأول مرة روما تشوفه، طير أسراب طيور في السماء وبعدها أغرق الساحة كلها بالمية لحد ما بقت بحر كبير. مركب ضخمة دخلت الساحة ومربوط في مقدمتها عشيق دوميتيان اللي كان عارف أسرار كتير، فالأمير قرر يخلص منه بالطريقة دي، والقنصل كمان كان موجود في المركب اللي بدأت تغرق. فجأة بوابات تانية اتفتحت وخرجت وحوش
أمواج بحرية وتماسيح هاجمت على الناس اللي في المية وقطعت راس عشيق الأمير، والتمساح سحب القنصل للأعماق قدام عين مراته اللي كانت هتموت من الرعب. بس الحقيقة كانت صادمة، وامي خانت ثقة تين وسرقت عقد رشوة الحرس الإمبراطوري وادته للملكة اليهودية عشان تفدي بنتها. بس مرات القنصل كانت أحقر مما تتخيل، خدت الورق بس بدل ما تسيب البنت باعتها للساحة عشان تتذبح في العروض، والعساكر قبضوا على الأم وهي بتحرب بنتها. الملكة اليهودية نفسها نهايتها كانت مأساوية، الحرس منعوها تدخل تقابل تيتوس، وهناك 3 يهود افتكروا إنها رايحة تقتله فقوموا قتلوها هم بنفسهم، ماتت بإيد أهلها. بعد العرض دوميتيان حاول ينفرد بأخوه الإمبراطور علشان تين يقتله، بس الجنرال بتاع تيتوس دخل فجأة وقال له خبر يرعب، احنا عرفنا الحقيقة، دوميتيان هو اللي كان مانع الأكل، وفي شاهد جاي في الطريق يأكد كل ده. الجنرال صمم يفضل جنب الإمبراطور ما يسيبوش لحظة، وده خلى دوميتيان يأجل خطته للقتل بالسم أو الغدر للمرة الجاية. تيتوس عمل غلطة عمره لما قال لأخوه إن الشاهد قرب يوصل لروما. دوميتيان لقطها وهي طايرة وغمز لتين عشان يهرب من السكة اللي ورا، وهو طالع تين شاف مقتل الملكة اليهودية بالصدفة ولقى عقد الرشوة مرمي على الأرض، وفي اللحظة دي فهم إن الدنيا بتنهار خلاص. وهو بيحاول يخرج لقى الحرس الإمبراطوري محوطينه ومعاهم أوامر بقتله، وعرف إن قائد الحرس خانه. الشاهد وصل لمشارف روما، وتيتوس أخد أخوه معاه غصب عنه عشان يواجه الحقيقة، وهناك حصلت مبارزة موت. تين كان عارف إن نجاته الوحيدة إنه يخلص على قائد الحرس الخاين ويسيطر على الباقي، وفعلا قطعه وعرض على العساكر 100 مليون قطعة ذهب يقسموهم بينهم، وطبعا الطمع خلاهم يبيعوا الدنيا ويبقوا معاه. تيتوس استجوب بالشاهد واتأكد إن أخوه هو المدبر، وبس ملحقش يتصرف لقى تين وصل مع الحرس وقتلوا الجنرال بتاعه. تيتوس رمى سيفه لدوميتيان وقال للحرس لو قتلتوا أخويا هديكم 10 أضعاف الرشوة دي. تين لاحظ إن دوميتيان إيده بتترعش وعمره ما موت حد بنفسه، فقرر يخلص هو، بل العلم بالمية ولفوا حوالين رقبة تيتوس وخنقه لحد ما قطع نفسه. أول ما تيتوس مات دوميتيان أمر بالانسحاب وقال لتين انت دلوقتي بقيت آمر الساحة رسميا، وأكبر الكل يقول إن الإمبراطور مات بتسمم غذائي. رجع لروما وجمع السيناتورات وهددهم بالموت لو ما اعترفوش بيه إمبراطور، وبالفعل بدأ عصر دوميتيان. تاريخيا دوميتيان عمل إنجازات في الاقتصاد والتجارة، بس كان حاكم ظالم وبيعشق الدم، وده خلى الناس اللي حواليه يقتلوه في الآخر. والأساطير بتقول إن مراته كانت واحدة من اللي اشتركوا في قتله. دوميتيان حكم روما لمدة 14 سنة، وبالرغم من إن فترته كان فيها استقرار اقتصادي وتجاري، إلا إن بموته بدأت روما رحلة الانهيار الطويلة. أما تين فبالرغم من إنه وصل لمنصب آمر الساحة وبقى هو المتحكم الأول في العروض والمراهنات، إلا إنه مات وهو مش عارف هل فعلا نال لقب النبلاء اللي قضى عمره كله بيجري وراه، ولا فضل في نظرهم مجرد شخص مجهول ملوش أصل. دي كانت القصة الكاملة لمسلسل Those About to Die، صراع القوة والموت في قلب الإمبراطورية. الطمع بيعمل عيون عن الحقيقة، واللي بيبني حلمه على جثث الناس بيكتشف في الآخر إنه عايش في وهم كبير. إيه رأيكم في المسلسل ده؟ وتدوا القصة كام من 10؟ شاركونا آرائكم في الكومنتات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حكاياتنا. شكرا على دعمكم لينا.